الساعة دلوقتي 9 بالليل يوم الخميس، ده معناها موعدنا الأسبوعي مع نشرة لويندي. وبدون أي كلام كتير أهلا وسهلا بكم ملوك التكنولوجيا في نشرة لويندي. الخبر ده من اجمد واروش الاخبار، واتمنى اشوف شركات تانية هتقلد نفس الموضوع ده. شركه لايكا بتاعت الكاميرات اللي بتعمل كاميرات غاليه موت، يعني خليني اديكم اكزامبل كده. الكاميرا اللي احنا بنسجل بيها دي سعرها مثلا 3500 دولار. الكاميرا الغاليه منها بتكون ب 4000 ل 5000 دولار، اللي هي مثلا كانون ار 5. لايكا كاميراتهم بتكون افريج مثلا 8 10000 دولار، اللي هو اوريدي اضرب في 2 الافريج بتاعت الكاميرات الكونسيومرز العاديه. لايكا بتقدم نفس الكاميرات دي ولكن بسعر اغلى كتير قوي. احنا مش جايين نتكلم عن كاميرات، احنا جايين نتكلم عن موبايل من شركة الكاميرات. اول موبايل رسميا ينزل من شركة اللي بتعمل كاميرات بس، وبتعمل كولابوريشنز كده مع هواوي، مع مش عارف مين اللي هتحط كاميراتها في موبايلات. ولكن الشركة نفسها بقى بنفسها قررت ان هو هنعمل الموبايل بتاعنا بالشراكه مع سوفت بانك. سوفت بانك دي شركه هاردوير. الموبايل هيكون اسمه الليتس فون 1. الموبايل ده هيجي بكاميرا اساسيه 20 ميجا بكسل، تحسه رقم عادي كده بس هو مش عادي خالص، لان السنسور بتاع الكاميرا دي هو 1 انش سنسور. الكاميرا اللي بصور بيها دلوقتي دي اسمها سوني ار اكس 100 مارك 4. الكاميرا دي كاميرا غاليه، الكاميرا دي ب 1200 دولار لوحدها، والكاميرا دي السنسور بتاعها 1 انش. عايزكم تشوفوا الدبث، العزل بتاع الكاميرا دي عامل ازاي. ده عزل جامد، ده عزل حقيقي، ده حجم سنسور كبير بيديك العزل ده. دلوقتي الموبايل بتاع لايكا هيكون فيه نفس السنسور ده بالظبط بنفس فتحه العدسه دي. شايفين الكواليتي عامله ازاي في الفيديو بغض النظر عن السبنسر؟ شايفين التفاصيل؟ بص ممكن اضحك كده لو مساء الخير، ايه الاخبار؟ في حبايه هنا، في حبايه هنا. الليتس فون 1 ده هو اول موبايل في الحياه يجي بحجم السنسور 1 انش جوه موبايل. ما حصلتش قبل كده. الموبايل بيجي بسعره، الموبايل بيجي ب 1700 دولار. الموبايل برضه بيجي بامكانيات فلاج شيب، بروسيسور جامد جدا، شاشه 120 هرتز اولاد، والحاجات كلها عظيمه وجامده، والسعر برضه عظيم وجامد. بس كونسبت ان في شركه عملت موبايل بحجم سنسور 1 انش هيخلي العظام يبداوا يقلقوا. وفي خلال سنه بالكتير قوي ممكن نشوف موبايلات سامسونج بقت تيجي بحجم سنسور 1 انش، وابل هتفولو اب. دي حاجات فعلا اللي انا شايف المستقبل كده رايح لفين، وعارف ان الموبايل فوق الستيج كده هيجي يقولوا لك احنا عملنا المستحيل، عملنا 1 انش. هنشوفه من سامسونج، صدقوني هنشوف. الموضوع ده محمس بطريقه مش طبيعيه. كل الخبراء التقنيين والمهندسين الالكترونيات بيقولوا ان موبايل اوبو الاكس، اللي هو الكونسبت اللي بيطلع بيرول جوه نفسه كده وبيدخل تاني جوه نفسه، ان ده هيكون مستقبل الهواتف الفولدبل او الرولبل الموجوده في الحياه. حسب كلام اوبو، الاكس 2021 بيقدر هو يدخل ويطلع من جوه نفسه 200,000 مره. ده اللي هيترجم تقريبا لحوالي 5 سنين ونص من الاستخدام اليومي التقيل. مفيش شركه تقريبا سمعنا عنها الهنج بتستحمل 200,000. فكونسبت الرول ده هيكون ناجح، خصوصا ان ال جي اوريدي جربته في التلفزيونات. ال جي عملت الرولبل تي في 2018 في مؤتمر سي اس. تلفزيون كان بيدخل ويطلع جوه فريم كده، يعني هو حته بوكس كده عامل زي الساوند بار، والتلفزيون بيدخل ويطلع من جواه. كانت حاجه كده عظيمه، حاجه فحيته، واتباعت في السوق ونجحت جدا ومفيش حد اشتكى منها. كل الناس بتقول لك ان الاوبو اكس هو ده اللي هيكون مستقبل الفورم فاكتورز بتاعت الموبايلات. فاكرين الصاروخ الصيني اللي طلع من فتره وكان بيحوم حوالين الكره الارضيه، وكان بيحوم بالاخص حوالين الاريبيان بنانسولا اللي هو فوقينا كده، وهينزل في مصر وهينزل في السعوديه ولا ليبيا، فاهم؟ فوقينا كده، فاهم؟ كلنا كنا يا نهار ابيض، لا 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 لا، انزل في الصحراء ما تنزلش فوق بيتي. امبارح الصين طلعت صاروخ تاني، بس الحمد لله المره دي الصاروخ طلع تمام ونزل في مكانه تمام وهبط والدنيا تمام، ما حصلش حاجات دي. بس الصين برضو دايما بتطلع نفس الحاجات من غير ما تقول لاي حد في العالم هي بتطلع. قررت ان هي اوت اوف نو ورك، العالم كده بيبص، الرادارات بتبص، لقوا صاروخ طالع من جوه الصين. طب يا جماعه، طب قولوا، طب عرفونا، طب مفيش. هو الصين قررت انها تطلع صاروخ، ده الطبيعي بتاعها. المفروض الرحله دي هي اول رحله من 5 سنين تكون طالع فيها بني ادمين، رواد فضاء. في العادي الرحلات دي بتكون مثلا مؤن، اكل، معدات طالعه للسبيس ستيشن. دي اول رحله يكون في رائد فضاء. وعلى فكره هي مش طالعه للانترناشونال سبيس ستيشن او الاي اس اس، هي طالعه للتشاينيز سبيس ستيشن. ودي اول رحله برضو يكون فيها بني ادمين طالعين سبيس ستيشن. المفروض هم يقعدوا فوق 6 شهور عشان يظبطوا بقى المعدات ويتاكدوا ان كل حاجه في مكانها وكل حاجه تمام، بعد كده ينزلوا تاني. على ذكر الفضاء بقى، شركه بلو اوريجن، الشركه التابعه لجيف بيزوس اللي هو السي او بتاع امازون و50 شركه ثانيه. مفيش يوم 20/7 اللي جاي الحاج جيف قال لك ايه، هو انا عندي شركه فضاء صح؟ طب ما نطلع الفضاء ولا ايه النظام يعني؟ ما نطلع يعني ايه، لا نطلع الفضاء، يعني الموضوع يبقى لطيف. جيف بيزوس قرر هو واخوه ان هم يطلعوا الفضاء في كبسوله. الكبسوله دي هتكون مربوطه بصاروخ، والروش في الموضوع ان هم قرروا ان هم هناخد حد ثالث معانا. فايه رايكم تحبوا مين يطلع معانا؟ بس الموضوع ما كانش كده قوي، الموضوع كان مزاد.
مزاد علني مفتوح لكل الدول في العالم. المزاد بدأ من حوالي اسبوع، بدأ من حوالي مثلا $0 وصل لغاية 4,800,000 عشان تطلع على الفضاء لمدة 5 دقايق وتنزل تاني. بعد كده عملوا المزاد ده بقى لايف ستريم على ارض الواقع كده، والناس كلها كانت قاعدة، وهو وصلهم من $4,800,000 ل $28,000,000 عشان تطلع 5 دقايق تتفرج على المناظر وتشوف الارض وهي كبيره وتنجوي زيرو جرافيتي كده، وانت فاهم بتشرب الميه كده، فاهم كل نقطه ميه $1,000,000 مثلا ولا حاجه. Sold $28 million to number 107. الموضوع جامد الصراحه اللي احنا هنشوف حاجه زي كده، واتمنى في يوم من الايام بجد بكلم بجد ان انا يكون معايا الفلوس اللي انا اقدر اطلع الفضاء فعلا. يعني هي دي امنيه حياتي وانا صغير. انا فاكر يا جماعه اول ايميل عملته في حياتي كان اسمه بايلوت يويو @gmail.com ولا مش عارف @a.com عادي يعني. بايلوت يويو ده كان هو ده يويو ده كان اسم يوسف بقى بيقولوا يويو طفل وكده بايلوت بقى كان ده انا، يعني ده كان انا فاهم. ليه يا حبيبي عايز تطلع بايلوت يويو؟ عشان عايز اطلع الفضاء. عايز تروح فين لما تكبر؟ عايز ابقى استرونوت، عايز اطلع رائد فضاء. امازون بتقرر ان هي تشيل شركات الباور بانكس والشواحن من امازون تماما، لدرجه ان الموضوع بيبقى مضحك انك تدخل مثلا على ماركه زي راف باور على صفحه امازون وتدور على الباور بانك بتاعك، تلاقي الماركه موجوده والستور موجود واللوجو ومش عارف ايه، ولكن صور المنتجات مش باينه، يعني في كلام من غير صور. بما اننا جبنا سيره ماركه راف باور فخلينا نتكلم اكتر عن الماركه دي. الماركه دي بتقدم شواحن موبايلات، بتقدم باور بانكس جامده جدا، بتقدم باور ستارتر عربيات واس اس ديز وباور بانك. وانا عملت فيديو كامل اتكلمت عن المنتجات قبل كده، قد انا كنت مبهور بيها من فتره. والقصه اللي حصلت كالاتي، ان راف باور في بعض من المنتجات الباور بانكس الغاليه البريميوم اللي الناس اللي معاها فلوس كتير ممكن تشتري باور بانك مثلا $100 $200، راحوا بعتوا على المنتج $35 جيفت كارد كده لطيفه، تدخل تاخد ديسكاونت بيها على الباور بانك بتاعك اللي جاي ب $35. وقالوا تحت كاف الجيفت كارد بص كده وانت معدي ابقى اعمل لنا 5 ستار ريتنج على المنتجات بتاعتنا وادينا ريتنج كويس واتكلم عننا ان احنا كويسين وكده. الموضوع ده حسب قوانين امازون هو جريمه كبيره جدا، جريمه تخلي شركه بحجم راف باور تتشال 100% من امازون ويتحط عليها غرامات تبدا من $10,000 لحد $10,000,000. واغلب الظن الشركات بتميل من 7 ل $10 مليون غرامه. ده اللي حصل قبل كده. يعني شركه راف باور بسبب ان هي بعتت $35 جيفت كاردز للناس اللي بتشتري باور بانك ساعتها هيدفعوا غرامات $7 مليون لامازون. دي كانت نشرة النهارده يا جماعه. اتمنى النشرة فعلا تكون عجبك. لو عجبك النشرة اتاكد انك تعمل لايك، تشترك في القناه كده وتكون شخص متابع، ولو بتحبني موت بقى تعملي سبسكرايب وتتابعني على انستجرام وتفولو مي على فيسبوك. هو في ايه تاني مش عارف يعني، بس اعملوا. شكرا شفتوا الفيديو واشوفكم في الفيديو.